ايه اللي بيحصل لجسمك مجرد ما تبدأ تفكر انك تعمل العادة السرية؟ طبعا جسمك بيبدأ يفكر في العادة السرية باستخدام المحفزات، سواء محفز بصري او محفز سمعي او حتى كمان الاوهام عندك او كمان الافكار اللي ممكن تجيلك او حتى الذاكرة تبدأ تخلق لك افلام، مقاطع، صور، ايا كان الحاجة اللي يبدأ الجسم يزيد في النشوة الجنسية عنده او يبدأ بالاثارة الجنسية اللي تكون موصولة لمرحلة انك هتبدأ تعمل العادة السرية. بمجرد بس افكارك الجنسية اللي بتبدأ تظهر لك او الاوهام او الذاكره بتبدا تفكر في الحاجات التانية دي، بيبدا تكنيكيا جسمك يستجيب. اول حاجه دماغك بيبدا يتحرر من النقلات العصبيه زي الدوبامين واكسيد النتريك، والمواد دي بتعمل كتوسيع الاوعيه الدمويه عندك في القضيب، والمنطقه دي موجوده في القضيب من جوه. بعد كده الاوعيه الدمويه بتسمح بتدفق الدم في انسجه القضيب، وطبعا القضيب بيكون موجود بثلاث حجرات اسطوانيه في ماده بتشبه الاسفنج. مجرد ما يتملى عندك الدم في القضيب يصبح منتصب بشكل كبير. في المرحلة دي جسم الذكر بيكون جاهز جدا للنشاط الجنسي. النهايات العصبية بتبقى أكتر حساسية، ومع ممارستك أكتر للاحتكاك قضيب يكون منتصب بشكل كبير، ويبدأ الأوردة الدموية بتسمح بتدفق الدم بشكل أكبر وأكبر. وطبعا مع احتفاظ الدم بالقضيب بيكون القضيب منتصب، وطبعا مع استمرارك بالنشاط الجنسي او التحفيز او حتى الاحتكاك بيكون القضيب منتصب بشكل اطول. مع الاحتكاك الزايد والنشوة الجنسية بيبدأ القضيب ينتج سائل قلوي يسمى بسائل كوبر، وده اللي بيفرز اثناء الاثارة الجنسية عندك، وده بيساعد في تليين مجرى البول وتوحيده، وده بيكون عبارة عن بول حمضي بيكون موجود قبل الافراز النهائي، وده بيسموه قصف ما قبل القصف، وده كمان بيساعد على طرد الحيوانات المنوية، وبيبقى مجرى البول فاضي بشكل كبير. بعد كده بتنقل الحيوانات المنوية إلى الخصية، وبتفرز الحويصلات المنوية وغدة البروستاتا سائل بيختلط مع الحيوان المنوي ليكون السائل المنوي جاهز. في الوقت ده بيكون الرجل وصل لنقطة اللي هي أعلى قمة النشوة الجنسية، أو بتسمى نقطة اللا عودة، إن خلاص الحيوانات المنوية هتبدأ تقصف، خلاص ما عادش إنها ترجع تاني، وبيصبح لا مفر إنها تنزل، يعني هتنزل. ومع النشوة الجنسية بيبدأ يحصل انقباض في الإيقاعات الموجودة في الحوض عندك، ويبدأ السائل المنوي يطلق بشكل كبير عبر مجرى البول. بيتم إخراج المني من القضيب بواسطة الطفرات اللي بتتزامن مع إحساسك الكامل بالنشوة الجنسية أو إحساسك الكامل بالاحتكاك. يبدأ الحيوانات المنوية بتنزل بشكل كبير، وده بيبدأ يطرد الحيوانات المنوية من القضيب. طبعا بعد القصف بيبدأ التحفيز الجنسي عندك يقل 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 لحد ما القضيب يرجع لوضعه الطبيعي، ويبدأ الإثارة الجنسية بتختفي عندك بشكل كبير بشكل كبير بشكل كبير. ومن هنا، هل العادة السرية مرتبطة بالأفلام الإباحية؟ العادة السرية مرتبطة بالأفلام الإباحية. والناس اللي تقولك أنا ممكن أعمل العادة السرية من غير ما أتفرج على أفلام إباحية، هل ده له ضرر؟ الإجابة للأسف له ضرر كبير جدا جدا. بيتر إكسفورد بيقولك إن العادة السرية مرتبطة بشكل كبير جدا جدا مع الأفلام الإباحية. ده لها خطر كبير، لأنك مجرد إن أنت تتفرج على أفلام إباحية بدون ما تعمل العادة السرية، ده بيؤثر في اختناق في غدة البروستاتا، لأن مشاهد الأفلام الإباحية بتنتج بشكل كبير جدا السائل المنوي اللي بيقوم بتفريغه بشكل صحيح وسليم، وده بيؤدي إلى آلام واضطرابات في منطقة البروستاتا. ومن هنا نيجي برضو سؤال مهم تاني برضو نطرحه في الحلقة: الأفلام الإباحية بدايتها كانت إزاي؟ إيه اللي خلاك من شخص ممكن يكون عندك إثارة وهمية بصرية سمعية أو أنت شفت حاجة، لأنك أنت تتفرج على أفلام إباحية وبترتبط بشكل كبير جدا مع العادة السرية؟ في 1896 في فرنسا لأول مرة في التاريخ يتم بث فيديو إباحي حقيقي في فرنسا مدته 7 دقايق، كان اسمه وقت نوم العروس، والفيلم ده تم اكتشافه على يد الفرنسيين، ولكن كان مدته دقيقتين بس. طبعا قبل وقت الفيلم ده كان بعض الناس بتعمل افلام اباحية ولكن على شكل مكالمات، واتطور الوضع كان على شكل مجلات. مجلة هوت بول ده كانت من اشهر المجلات في الاباحية، كانت على يد اليهود. ولكن نيجي للسؤال الاهم في الموضوع: انك ازاي تبطل العادة السرية او ازاي تبطل الافلام الاباحية؟ هل بعد كم الفيديوهات الكتيرة اللي انت شفتها على مدار عمرك كله قدرت انك تبطل الافلام الاباحية؟ الاجابة لا طبعا. هل قدرت ان انت تبطل العادة السرية؟ الإجابة
للأسف العادة السرية أنت مش هتبطلها، وأنا بتكلم بشكل صحيح. العادة السرية أنت مش هتبطلها. إزاي أقدر أعيش حياتي صح؟ إزاي أقدر أخرج من الزون اللي أنا ركبت نفسي فيه؟ أنا بعملها يوميا، أنا بعملها مع أفلام إباحية، أنا بعملها بمعصية كبيرة جدا جدا. أول مشكلة ممكن تواجهها لأغلب الناس هي الفراغ. كان زمان يقولك الفراغ تعبك لدرجة إن أنت بتعملها كتير. في الوقت الحالي للأسف الموضوع ما عادش فراغ بس، الموضوع عاد بقلة الإيمان عند الناس، قلة صلاتك. أنت ما بتصليش كتير. أنت لو أنت شخص بتصلي كتير هتعملها، أنا بقولك هتعملها، ولكن هتعملها في أوقات تانية. يعني أوقات ممكن تجيلك من بعض لحين ممكن تمتنع عن مشاهدة الأفلام الإباحية، ممكن تمتنع عن حاجات ممكن تضر ليك. ولكن الفكرة في موضوع مهم جدا جدا، انك ازاي اصلا هتقدر توصل نفسك ان انت تحصن نفسك صح. لازم كلنا نبقى عارفين ومدركين ان الافلام الاباحية ما هي الا وهم حقيقي. انت مجرد اصلا ما تبدأ تتفرج على افلام اباحية يوم مع التاني عايز كتير، عايز تزود، عايز حاجات شاذة، عايز حاجات مختلفة، عايز حاجات بره الصندوق اوت اوف ذا بوكس. تبدأ عقلك انه يطلب حاجات تانية غريبة، وبتبدأ تندرج تحت أفلام ما بعدها أفلام. So I see myself as holding two different hats and I find them very well integrated. في 2008 في بحث اتعمل في جامعة كاليفورنيا بيقولك إن الأفلام الإباحية بتؤثر على الدماغ بشكل كبير جدا جدا. فأنت عندك الفص الأيمن في دماغك ده بيأثر على إفراز الدوبامين، فمجرد إن أنت كل يوم بتفرز الدوبامين اللي عندك ده بيبدأ جسمك أو بيبدأ الخلايا في مخك تبدأ يحصل لها تلف. الإجابة مهمة جدا جدا للناس كلها اللي بتتفرج عليها في الحلقة دي، إزاي أقدر أحصن نفسي؟ بصوا يا جماعة، أنا مش هتكلم عن إن أنت إزاي تقدر إن أنت تمتنع عن أفلام الإباحية أو تمتنع عن العادة السرية، ولكن عايزك تحط في عين الاعتبار حاجتين بس. صلي. أنا مش هقولك أي حاجة تانية، مش هقولك فراغك، مش هقولك ضجرك، مش هقولك مللك، مش هقولك كل أي حاجة تانية. صلي. لو أنت قدرت إن أنت تصلي بانتظام تدريجيا من غير ما هقولك إزاي تبطل، إزاي تبعد، إزاي تختفي من الكيان الإباحي ده، انت مجرد ما هتصلي بانتظام، مجرد ما يبدأ الخيالات اللي في دماغك تخف، مجرد ما يبدأ عقلك يندرج تحت الطبيعة، يعني انك تشوف حاجات طبيعية. لكن كونك انت بعيد عن دينك، كونك ان انت مهيئ عقلك ان يتفرج على الحاجات دي، سواء افلام اباحية، سواء مشاهد ممكن بنات ماشية، ايا كان الحاجة اللي بتتفرج عليها التانية دي ايه، عقلك وخيالك هيبدأ يصور لك الحاجة دي بطريقة إباحية. لازم تعمل كنترول على دماغك عشان تقدر تعدي من مرحلة الأخطر. المصيبة اللي ممكن تمر بها هي الأفلام الإباحية أو إدمانك ليه. أنت اتفرجت على فيديوهات كتير، مش عايز أتكلم كلام تقليدي، الكلام ده من أخ لأخوه، الكلام ده لازم تفهمه. هي صلاتك فقط هي اللي تقدر تمنعها. ولازم تبقى عارف في أول خطوة في مرحلة الرجولة هي سيطرتك على الشهوات. لو انت قدرت تسيطر على دماغك، عقلك هيبدأ يسيطر على شهواتك. هيبقى شهواتك دي عبارة عن حجر زي الشطرنج كده، عقلك هو اللي بيحركها، مش شهوتك هو اللي بتحركها. للأسف 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 أغلب المجتمعات العربية بدأت تندرج تحت أي حاجة إباحية بتتفرج عليها. يعني أبحاث كتيرة اتعملت على كم من الناس اللي بتتفرج على أفلام إباحية، 150 مليار شخص بيتفرج يوميا على المواقع دي. الحلقة دي مش هقولك بطل، مش هقولك ابعد، مش هقولك اعمل أي حاجة، انت اعمل اللي انت عايز تعمله، ولكن صلي. الصلاة بعدها تبدأ مرحلة الرجولة تندرج عندك. بعد ما تبدأ مرحلة الرجولة تندرج عندك، هيبدأ عقلك يسيطر على شهوتك، وبعد كده هتبقى إنسان طبيعي، هتبقى عارف إزاي تقدر تعملها في الوقت المناسب وإمتى تأدننها. فبالتالي صلاتك هي اللي تقدر تحركك من كل الشهوات اللي انت بتمر بيها دي.